تقريبا بتشكيلة مشابهة مع المباراة الأولى اللي كانت أمام منتخب البوركينابي. إذا فادتنا تعطي حكمة اللقاء ضربة بداية هذا المقابلة أقدام لاعبات منتخب الراس الأخضر. الاستحقاقات الماضية على اللاعبة حنان أيت الحاج في الجهة اليسرى. يجرب اسم آخر. هنا فرصة لسناء المسعودي، إمكانية عند ابتسام جريدي تمهد الكرة. الفرصة لإيلودي، عادت لفاطمة زهرة. تاكناوت تعيدها لرانيا ممتازة تمريرة فرصة في اتجاه سناء المسعودي، كانت انطلاقة على مستوى الجهة اليسرى. تاكناوت اتجاه ابتسام جريدي والتغطية حضرت في الوقت المناسب. حكمة اللقاء تشير إلى ركلة جزاء لصالح اللاعبة ابتسام جريدي. سقوط داخل المعترك وركلة جزاء لصالح ابتسام جريدي. ما يبدو أنه المدافعة دالوز وقعت بعد هدفين في شباك بوركينا فاسو في المباراة الأولى. ابتسام جريدي، ابتسام ضاعت الكرة. ابتسام جريدي لم تكن محظوظة وضيعت فرصة التقدم في اللقاء. نفس الدوري. هنا كرة من تاكناوت مقوسة هذه المرة، كرة لا زالت متواصلة عند بنزينا. جول 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 جول. الهدف الأول في الدقيقة 22 عن طريق نويلة بنزينا التي تتمكن من استغلال الإبعاد الخاطئ لخط دفاع منتخب الراس الأخضر وتتمكن من ترجمة هذه المحاولة الهدف السابق. إذا هنا نويلة بنزينا تتقمص دور المهاجمة وتصنع الفارق من خلال هذه المحاولة. الإبعاد لم يكن جيد، وهنا كيفما جاءت حصرت كورتها ولعبتها بشكل مباشر بتسديدة قوية لم تجد مع أي حظ حارسة مرمى منتخب الراس الأخضر. كانوا يسجلوا الهدف الثاني. لعبة الكرة عادت من جديد. هنا الفرصة، خطأ والهدف الثاني. الهدف الثاني عن طريق ابتسام الجريدي. ما أعجبني في هذا الشوط وطريقة التحول وأداء بعض اللاعبات خاصة رانيا في الجهة اليسرى وكذلك ابتسام جريدي وتحركاتها في الشق الهجومي إلى جانب المسعودي. قلت إلى جانب بداية الشوط الثاني فدلتنا لأقدام لاعبات المنتخب الوطني المغربي. كان هناك تغييرين اثنين في صفوف المنتخب الوطني المغربي، خروج ابتسام جريدي وفاطمة تاكناوت، تغييرين على مستوى الشق الهجومي، ودخول سكينة وزراوي ناهيك عن الجدار الثاني المكون من لاعبات خط الوسط. سناء المسعودي لغزلان الشباك، غزلان تلعب الكرة العرضية، الفرصة راسية لكن هناك راية من جانب الحكم المساعدة الثانية ولاي ديبا قطعت رايتها امتنع عن التسلل في اللقطة الماضية. الإعادة كان فيها تسلل أم لا؟ المنتخب الوطني المغربي سيكمل المباراة نص العدد. هنا ضربة خطأ، الفرصة تصويبة لكن بعيد الكرة الماضية إلى ضربة مرمى. تصويبة اللي كانت عن طريق اللاعبة بديلة أماني جولين، واحدة من ضمن 4 لاعبات تم استدعائهم من الدوري الفرنسي. عندنا بطبيعة الحال جاد ناسي زهرة من لوهافر الفرنسي. فرصة هدف يلغى بداعي التسلل بعد رفع الراية من جانب الحكم المساعدة الثانية هولي ديبا. سنتابع الإعادة. هل كانت في وضعية تسلل أم لا؟ فهدتنا تعلن حكم